السعودي لحساب المجموعة الثانية في جولة سادسة وأخيرة. أحمد مبارك يلتحق بالكرة بامتياز، يتواصل مع سعد العارضي، يمر سعد يا سعد، ولكن في الأخير الحكم يعطي ضربة جزاء. ضربة جزاء لنادي النصر، وكان وراء العملية سعد العارضي. أول سيناريو في المباراة مشاهدينا الكرام، جاسم محمود حكم الساحة البحريني يعطي ضربة جزاء بعد توغل من سعد العارضي على اللاعب والمدافع مبارك عبد العزيز، ولم يتردد الحكم جاسم محمود في اعطاء ضربة جزاء لصالح نادي النصر السعودي. وضع التدخل والعملية اذا لوجه سعد العارضي، وصاد والهدف الغالي 1-0 للنصر. هدف ل0 مشاهدينا الكرام. سعد العارضي يسعد الجماهير النصراوية. جول 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 في 66 دقيقة. 1-0. هذا ما يبحث عليه طبعا الجمهور النصراوي. الكرة على اليمين والحارس على اليسار، والآن ينجح بالاختبار نادي النصر السعودي. 66 دقيقة لعب. الفرحة في مدرجات استاد نادي الكويت